اول حاجه بصراحه كنتش عايز اتكلم في موضوع، بس الموضوع مستفزني جدا. حوار اهلي ما راحش الماتش ده. بدايه القصه، الموضوع اللي ضايقني قوي هو حوار ان الجمهور راح في شهر رمضان. وكله عارف قد ايه التعب. انا نفسي رحت في شهر رمضان قبل كده في ماتش هلال. تاخد اكلك معاك، شربك معاك، الميه بتتفتح، بتفضل ماشي بالازازه مستني الاذان ياذن عليك، مجهود. وخصوصا انا كمان في القاهره، ما بالك اللي يجيب المحافظات، صاحيين من الصبح وفي الاخر تنزل له بيان 75 جنيه. هو القصه مش في تذكره ال 75 جنيه، هو صارف ضعف ال 75 جنيه دي بكتير، ومجهود، وفي صيام وسفر، يعني فوق ال 600 جنيه. بس الجمهور اللي كان هناك ده دعمك عشان خاطر البيان انت نزلته، معنى كده ان انت معاك دليل قوي جدا، فدعمك ووقف في ظهرك على اساس ان انت معاك دليل قوي جدا. طيب، هل انت ما كنتش عارف كل الخسائر اللي هتحصل من ورا الموضوع قبل ما تاخد القرار ده؟ هل انت كنت فاكر ان الزمالك هيقف معاك؟ اللي الناس عماله تقول لك الزمالك مش طرف. الزمالك انت ايدك جت تحت ضرسه، هل هيطبطب عليك؟ هو نفسه يطير منك ولو نص بونت، نفسه ما تروحش كاس العالم للانديه. انت لو طلبت حكام مصريين هيقول لك انا عايز الخواجه يني، لو طلبت اجنبي يقول لك انا عايز سامح العيدروس. مش ما هو عايز، هو جاي يضايقك، وده طبيعي لو انتوا قاعدين على ترابيزه عارفين الكلام زي ده. طيب، هل انت معاك خطابات رسمية ولا جالك تليفونات بس ان شاء الله هنجيب اجانب؟ ما هو اللي وعدك بتليفون يبقى قابلني، ما انا ما قلتش حاجة، حاجات كده ان شاء الله، لازم حاجات رسمية. فهو ده الموضوع كله. آه، انا ضيعت الدوري من ايدي بقرار زي ده. انا كالزمالك في اضعف حالاته هنزل اكسب، ما ورايا ماتش بيراميدز، كنت ممكن اخلص الدوري في جولتين، هما دول الجولتين. انا عارف ان الجمهور بره الموضوع، انت لما تتصل بناس، تتصل بحد وفجأة تلاقيه مفيش اهتمام، ما بيردش، ها بتبدأ تحس بسوء نوايا. وده ممكن يكون حاصل مع الاهلي، يعني الجمهور مش جوه المطبخ عشان يعرف. ممكن يكون جالهم تليفون، ان شاء الله التليفون تاني محدش بيرد عليه، فبدأوا يحسوا انه في نوايا. وده كل ده جاي من فترة قديمة قوي، زي الجواب اللي استخبى. فالاهلي قرر انه ما يستحملش اكتر من كده، وفعلا حاجات كتير حصلت، زي الجواب ان انت ضيعت عليا استضافة فاينل افريقيا، وضيعت عليا البطولة، اروح العب الخصم في بلده، ده مش فير طبعا. فقرر المرة دي. طيب، آه انت خدت القرار ان انت مش هتروح الماتش القمة لو مفيش اجانب. الماتش اتحسم، لجنة أولمبية قالت إن أنت هتتخصم لك. أنا عارف إن كل ده ما كنتش أنت مستني منه مردود كأهلي، عشان تصعد دولي. في الآخر الدولي هيقول لك برضو إن ده شأن داخلي، حكم أجنبي حكم مصري، ده حاجة جوه البلد، يعني ما في، يعني مش هياخدوا فيها قرار. ولو هياخدوا فيها قرار، الماتش في 4 خلاص، مش عارف كام، 4 بتاع بيراميدز. فالمطلوب دلوقتي إن أنت زي ما قررت إن أنت هتعمل انسحاب والجمهور كله واقف في ظهرك، ما قدامكش حل تاني غير انت يا تنسحب، وده اللي الجمهور عايزه منك. خلاص، ما هو انت ترجع تلعب الدوري خصم 6، الدوري اللي كان في ايدي، هترجع تخليني العبه تاني وانا هو خلصان ازاي؟ فانت زي ما عملت البيان تكمل الاخر، ايا كان بقى هي ايه. ما هو انت خدت قرار، يعني انت مسؤول، فتحمل مسؤولية القرار ده. انا مش هكمل، ايا كان بقى ايه اللي هيحصل، ينفذ اللوائح ايا كان، لكن انت هترجع. مش مقتنع، يعني انا مش مقتنع ان في يوم كده هلاقي التشكيل نزل والاهلي هيلاعب بيراميدز. مش داخله دماغي. الجمهور عمره ما يقبلها غير ان انتوا يعني تتكلوا على الله. فيا اما تكمل البيان اللي انت قلته، هنسحب لان الجمهور وقف في ظهرك، وانا عارف ان انت معاك كل الحق. لكن انت القرعه اتعملت في الساعه 5 الفجر، من يومها بقى، من يومها قدم شكاويك. ايه اللي حصل ده؟ فين؟ ازاي قرعه تعمل؟ حتى مفيش صحفيين، حتى مفيش انديه، كل واحد مسؤول عن نادي جه يحضر القرعه دي. الناس نايمه، القرعه اتعملت من يومها، تقدم شكاويك من يومها، تقول حكام اجانب من يوم، كل حاجه من يومها. في ساعتها انت ليه افتكرت ساعتها؟ ممكن تكون قدمت، اللجنه بتقول ما انت قدمتش حاجه ومفيش اي خطابات. كل ده خلاص عدى وفات. انت عملت بيان بقى دلوقتي، هتكمل؟ لان انت ما كملتش بيانك بتاع الانسحاب، الجمهور عمره ما هيستوعب ولا هيفهم موضوع
ان انت هتكمل الدوري دي خالص وانت مخصوم لك 6 نقاط يعني بصراحة. مش قادر افهمها يعني، ولا الجمهور هيفهمها ولا اي حاجة يعني. انت ما يعني ما يعني بقول لكم ما تتخيلوش ان انتوا ممكن تكملوا الدوري، لان الجمهور يعني بس يعني ما هو مش الجمهور مش مستوعب ان انتوا فجأة الصبح هنصحى يقول لك التشكيل بكره لمباراة الاهلي وبيراميدز. دي بقى حاجة جنان. خدت قرار، كملوا للاخر ايا كان بقى هي العواقب بقى، ايا كان هي ايه، ما انت خلاص انت خدت القرار ده وما فكرتش في كل حاجة جاية من وراه. حتى لو هم غلطانين، وانا متأكد ان هم غلطانين مليون في المية، فكرت ايه اللي جاي من وراه. خد القرار الاخر ده اللي هيرضي جمهور الاهلي، انت ضيعت عليه بطولة. بس كده.